استنى السلام. شنو وقع اخويا الشل كما صبت كما راك تشوف فيها. لا جاو حلوا هذا الروقال هذا. شكون اللي حلا هذا الروقال؟ الله اعلم. لا على كاسمه انا كنت التصوير شنو الناس اللي ما قالوا كدير لي تاع مشات هنا كانت هي باها وامها جات خارجه مسكابه من راسها ومن وصلوا هنايا باها مشى من هنايا كما دابا ماشي مشى اداها المكان اداها المكان شن تبع ما عرفناش نشوف هنايا في الدار ديالها في تلقى صحاب الدار ديال واحد المسرح راه في الواد كانت هي وباها مسكين هي وباه مسكين عيام يدخل فيها من قبيل اخوة والاخوات مباشرة توجد بارطاجي لهذا الفيديو هذا. واحد الطفلة. السلام عليكم. واش وقع؟ تحت هنا مسكينه مشات داها الواد هو جيت هنا كلات ساعة ونص اللي راه طايحة هنايا وقلنا لهم جيبوا لنا غير التراكس نقسموا الماء نهودوا حنا مواطنين جبدوها احسن من الوقاية المدنية. صاحبي واش هذا منكر بنت تمشي الكلفازات كلشي مجهل. صاحبي المغرب عندهم امكانيات هائله. سيدنا علي ما يدعم في هاد الناس هذو. فهاد الباشا جا وبنى على راسه كيقولوا في الطوموبيل لا يحرك ساكنا. رجلوا الطرقه الاولى عندها الديور. رجلوا لنا المسائل وهدموا لنا الديور. يخلصوا لها العامل مخصوص بالشتاء. اخوة الاخوات مباشرة بارطاجيو هذا الفيديو مباشرة من مدينة بركان دوار جابر. سقوط طفلة صغيرة بأحد المجاري ديال المياه نتيجة الفيضانات. كانت تصمد هذه السيدة تعرفها؟ اخوة الاخوات مباشرة دوار جابر طفلة صغيرة كانت هي والاب ديالها راها الله يرحمها على ما كيقولوا راه داها الواد في الروقار لحد الان ما عارفينش فين مشات. كلشي الجيران هنايا في واحد الساعة. صغيرة ما خصش تسكنها يسلكوها. كنا كنشوفوا مباشرة من دوار جابر. هذاك هو اللي سلكها ترى ولا الشيني هذا اخوة الاخوات مباشرة من دوار جابر. المكان الذي كان سيهدم قبل ايام عديدة. هذا المكان هذا اللي كانت تخرج قرار ديال المنازل ديالو. اليوم سقوط فتاة صغيرة رفقة الاب ديالها هنا في هذا المكان. حضور السلطة بكل تلاوينها ولكن كما كيقولوا الناس طاح الفاس في الراس. ما بقى ما يتسلك البنت. اليوم الاغلبيه كيبقاو ديالها تحت في الروقار صافي ما بقى لها حتى الشهر. الفيديو اخويا حنا عاوننا باها اخويا. شنو وقع ودي اخويا شنو وقع؟ وشنو وقع ودي؟ الجيران تاع الحومه مريحين كيما مداري تسناو المغرب. هذيك
ديك البنت واحد المراه ودابا تجيب تعرض لبنتها، بنتها كانت مع باها بقات عليه مد جات مسكينه قاطعه، الروكار كان محلول طاحوا هي وياه، ودنا نجريو اخويا عينا ما نجبدوش، جبدنا غير باها، جبدنا غير الوالد ديالها، هي مسكينه مع عينا ما نديرو ما تلاقينا كاين ديالها، الوالد ديالها قدرنا نعتقوه بصح هي ما قدرنا. لا لا خلي الله. هادشي ما كانش في الاول ديال الغاشي، لو كان هادشي في الاول ديال الغاشي غادي تسلك، كانت دعوه خاويه، كان خمسه ديال الناس عينا ما نزكي، وداك الروكار قال لك فاش ما قال لك ساعه باش تجي لابينونس ولا تجي لامبوبيا، قال لك ساعه شوفوا معاه، هكا كاع ما كانش خصو كاع يكون محلول كاع لا فائده، قال لك شوفوا معاه جا ما كانش الروكار هو السبب، وقفنا انا واسماعيل قال لك شوفوا معاه. كان اللاعب ديال العامل بيسولوا قال لك 6 قال لك انتم شوفوا مع البلديه شكون يجي، راه نص ساعه وحنا هنايا عاد باش جا الغاشي. نهضروا على الروكار قبيل الرئيس كيفك داير؟ الله يعطيك الخير. تم هذا الطرف اللي تيقول العماره فين؟ الطرق الرابع. اخوة كما كتشوفوا هذا هو المكان اللي حاليا كل الساكنه ديال المنطقه حتى الناس اللي كاينين من البعيد كلهم جايين لهذا المكان. لا يعطيك الخير. كل شيء راه كيطالب بالمصير ديال الطفله اللي حد مازال ما عرفناش المصير ديالها. قصه ديال ريان تتكرر مره اخرى في مدينه بركان، ما كنلعبوش على العواطف، ما كنلعبوش على الاحداث، ولكن القصه ديال هذه الطفله هذه ربما ستكون اسوأ كارثيا بالنسبه للمسؤولين. اذا كانوا المغاربه كلهم تعاطفوا مع ريان فهذه القصه هذه غادي تاخذ واحد الابعاد اخرى. الساكنه ديال المنطقه كلهم غضبانين، كلهم حاله هستيريه، ما قادرينش يستوعبوا الموضوع. ربما هناك ردود افعال متباينه بين الناس، لان كيقول لك ودي كيحملوا المسؤوليه الاشغال اللي كاين هنا في المنطقه، وكذلك كيحملوا المسؤوليه شكون اللي حل الروكار. كذلك غضب من طرف الساكنه على العشوائيه ديال الاشغال في هذه المنطقه، خصوصا ان المنطقه هذه كتعرف واحد التهيئه، وهنا كاين جوج ديال الطرق اللي غادي تمر عبر هذا الحي هذا اللي غادي يتم الهدم ديالو. وبالتالي كما بغينا نبعدوكم على الاحداث، لان ربما الساكنه راهم متعصبه شويه ومن حقهم يتعصبوا. كاين شويه ديال الغليان في صفوف الشباب ديال المنطقه، لان هذه طفله من الحي ديالهم كان خاص تدخل سريع، هناك اي تدخل من غير انهم كيتسناو عارفينش المصير ديال الفتاه. واش البنت راه دخلت في الروكار مشات شي بلاصه اخرى، ولا البنت راه حاصله تما وراه فوقها تقرا. لحد الان كنقولوا بلا المصير ديال الفتاه ديال الطفله مجهول حاليا، ما عارفينش واش مشات. انا سلكت والديها وهي داها الوالد. الله يعطيك الخير اخويا. الله يحفظك. انا سلكتهم جبناهم. انت شحال بنت عندها كاع؟ مشات عندها 10 سنين ولا 10 سنين. جاو قاطعين باها هكا قاطعين وهودو جينا يعني ما شافوش الروكار اللي كان فيه غير باها وهي مسكينه هو اللي اذا عندها 10 سنين كان غير تما حاليا. راه في قبويا ولا ما تشوف او فتحت الماء مشات باها اللي شفناه. هذا واحد الشاهد هي اللي كان حاضر في الواقعة. هذا الشيء مؤلم جدا. نتمنى من المسؤولين يدخلوا باش يلقاو الحل، لان الساكنه حاليا رغم الصيام رغم الجوع ديال النهار، ولكن كلشي الساكنه راه كيتعقب على المكان، ومازال غادي يجيو ناس اخرين، لان كل واحد راه كيسمع الخبر راه كيجي. يعني الامور غادي تطور الى ما لقاوش حل لهذه القضيه ديال هذه الطفله اللي راها هنايا في هذا الروكار. ثم كتشوفوا كاع الساكنه خارجه.
مساعدة العامل. انا ساعة ونص باللي قلنا لهم يجيبوا لنا التراكتات هذا المحنة هذه، هما صيفطوا لنا الامن واش نديروا به؟ حنا نساعدوهم، حنا نساعدوا هذه الانسان، حنا الامن ما متحقينوش، حنا نساعدوا هذا الامن هنا، حنا بغينا بالتسليك. اصاحبي راه كارثه هذا الشيء، علاش كتصيفطوا لنا الامن؟ علاش؟ الامن واش غادي يدير لنا الامن؟ ايوا قول له الامن يجبدها من هنا. وشنو راهم يديروا دابا؟ شنو راهم يديروا؟ صيفطوا لنا قولوا 2 سوايع باللي قلنا لهم صيفطوا لنا التراك. راهم يديروا حنايا راهم واقفين يخليو الناس اصاحبي هنايا كلشي صبحي كلشي حشومه عليهم، الله الا حشومه عليهم قسما بالله. 2025 عاد نعيشوا هذا المزال اصاحبي، في عز باغيين ننظموا المونديال وكاس افريقيا، والله الا حشومه قسما بالله. هذا الشيء راه عار على بركان اصاحبي، هذا الشيء عار ما عمرنا عشناه وما خصنا لقدام الزين نعيشوها. والله الا هذا الشيء راه مهزاله قسما بالله العلي العظيم. كنشكر الدوله على هذه المجهودات والله. كاس افريقيا كاس العالم خلى هذه المهزله كلها. راه صيفطوا لنا الامن، علاش؟ صيفطوا لنا البوليس. جيبوا زرزات يلا تعاونوا تعاونوا. انا تطوار البلاد على ريس البلاد على رجلك. راه مهزاله هذه مهزاله، هذه راه مهزاله. شوف اخوان الرجال التصرونا تضربوا البرايه. محاولات حثيثة لأجل إنقاذ الطفلة من طرف الساكنة ديال المنطقة اللي عبروا على الروح الوطنية ديالهم. هادو هما الشباب اللي كتفتخر بهم المدينة. الكل متكاتف سواء الأمن الوطني ولا الوقاية المدنية ولا حتى الشباب ديال المنطقة. رجال الأمن كلهم حاضرين في هذه الساعة، الشباب ديال المنطقة كلهم. هناك غضب من طرف الساكنة وهذا أمر طبيعي، خاص يعرفوا المصير ديال هذه الفتاة ديال هذه الطفلة. لاحظ اخوة البارتاج باش المسؤولين يتحركوا. البارتاج من اجل محاولة انقاذ الفتاة اللي كانت على قيد الحياة. اخوة الاخوات، مباشرة مدينة بركان، سقوط فتاة في احد المجاري ديال المياه. اخوون هالطريق الدراري، اخوون هالطريق. الدراري اخوون هالطريق. خلاص
الصمات يحفروا من هنايا باش الوادي هو ديرك. الدراري يحفروا من هنايا. واه انا عارف انا ولاد يحفروا دروك. الوقت بعيدوا خليو خليو هاد الرجال. ايوا الشيخ السلام الدراري خليوه يفوت من هنا. خليوه قلاب هلا من هنا خوي هذا الهياط. خليها حمزه خلي باش يكالي هذه هنايا. روح قلاب السماد هكا قوت اقبض احنا ابن حنايا بالك السماد ابن حنايا السماد ابن حنايا اشا عشت الزينه مني ويخليو المال يبوكيو منه. الإخوان والأخوات بارطاجوا هذا اللايف هذا. خصو يبلوكي من صمات اقبض بوط انا نوريك يخرخرها. والله الدراري تعاونوا محمد من هنا واه شالوا فلوق كل البراج هنا. البراج يديروا هنا.
طلع بكات عنده بكات عنده بكات عنده فهمو راه خاطي هذا راه مول الملك شي واحد معلم يصوب معاه خاطيه هلا عمي برك عمي الله الدراري اخويا الدراري من اخويا صافي الدراري صافي سيدة الرئيس في بلدي من كان يقول لهم سكينة مع الفيضانات كانوا يقولوا له اكذب ما كاين والو ودك ولادنا راه يمشيو لنا في الفيضانات عندنا المدارس ما نقدرش ولادنا ما يقدروش يمشيو للمدرسة بهادشي لا الخطأ ماشي تاع رئيس البلدية الخطأ تاع السكينة اللي تحمل المسؤولية تاع ولادنا وما يخلف وتحية سيد العامل اللي وقف على هاد الشيء هذا راه ماشي معقول وما نسكتوش على هاد الشيء ما نسكتوش خلينا نشوفوا ان شاء الله الخو تعاونوهم تحية اللي راه هنايا شكون يتحمل المسؤولية هذه؟ والله لا عارف الدراري نقول فالعيدة تاع الصبر يقدر يمشيو لهيها يقدروا يشدوها وشوف وشحال الفيديو هذا خصو تموتيه وتبقى خويا الصبر وخصو يوصل يوصل هذا وصل سيد العامل يوقف معنا في هذا الشيء هذا اللي راه واقع بدنا تدورنا من المهم مشات تحسن هكذا السكينة هي سبب هذا الشيء هذا اللي عنده التيرنا الدراري اللي عنده التيرنا المشاهدين وجه